لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 829 لوانا كاين تفسير قرآن بيروزبيم وخزمتان ومن بستي رزامن رب العالمين وهو دارم إوي آزي سودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ورخوش وستان وكلواني راب رجل خزمة دواتي في رزداوين كرب العالم باس لو ذكات كاتك موسى عليه الصلاة والسلام وكل تفسير قاسمي نقل ماكر كبكرتي كاتك موسى عليه الصلاة والسلام دقريته ولا قوم مكي دبيني وأوقول كذا برسن طبعا وكل أتكاين بيشتريش فرموي إيتر لتوريان الواح كان فريد داتن باشان إنزا سرو ريشي هاروني بريرات شاشي إنزا باشان رولا السامري دكا وكل سورة طه هاتيا زور بتوندق سيلقل دكا وهو لنا تيزجدا أو بيكري كوالا أو بيكري قولكي كوا دروستيان كربوديان برست ديسو تينيو خولا ميشكشي هموي ببحر داددا إنزا لو حالتي بابلين كأوان بشيماني طبعا دردبرن موسى عليه الصلاة والسلام حفتاكس هل بجيري لبوي كوا خواهی گەورە موعدێکیان لۆ دابنێت چاکترین کەس لەو باو لە بەنی ئیسرائیل و 7 کەسە هەڵدەبژێری ئیتر 7 کەس کەوە لە خیاری بەنی ئیسرائیل چاک پیاوە چاکە هەرە چاکەکانی بەنی ئیسرائیل لەو موعدەی کە خوای گەورەیان دادێن لە لای چێوی توور دێن لە خزمەت موسا دێن ئیتر لەو کاتەوە کە لە چێوی توور کاتێک کە میعادەکە دێتن موسا عەلەیهی سڵات وسەلام خواهی گەورە سبحانه وتعالى کاتێکەوە قسەی لەگەڵ دەفەرمووە وەکو لە ڕوایەتەکەی قاسمی هاتیە دەڵێتن بابڕێن پەڵە هەور دەهات و موسا عەلەیهی سڵات وسەلام دەچۆنە ئەو پەڵە هەورە و ئیتر لەو کاتەش موسا فەرمووی ئەنگۆش وەرنە پێش ئیتر بەخۆیان گوێیان لێ ئەو 7 کەسە کاتێکەوە چوونە پەڵە هەورەکەەوە گوێیان لە کەلامی خوای گەورە بوو کە فەرمان بە موسا دەکا عەلەیهی سڵات وسەلام چوونە سوزدەبردن هەتا وەکو كلامي خواهي قور تواو دبي لقال موسى عليه الصلاة والسلام آن جوان لدبي يتر كاتك بلا هوركات تواو دبي تن بابنك وحيك تواو دبي يتر بلا هوركاش تواو دبي تن إنزا دلين وكل سورة البقرة دا هاتي دلين يا موسى إيمان بينين اتباعنا كنا حتى وكو بتسايخو من خوانا بين حتى نرى الله جهرة يتر لنتيجة دا صاعقة قديت السريان ليردا برج فباس كده سويلة بالجابيان دلرزي أوانيش دەمرن یاخود خەریکە دەمرن کەوا بە چەند شێوەیەک باس کراوە لە ڕوایەتەکاندا هاتیە ئینجا موسا عەلەیهی سڵات وسەلام دەست بە پاڕاندەکە یا ڕەبی خوایە ئەوانە ئەوەی کە کردیان گەمژەیەک بوو کردیان ئەو داواکاریان کرد یا ڕەبی خوایە ئەگەر ویستت لەسەر بووە پێش ئەو حاڵتە من و ئەوانیشت دەکوشت و لەناو دەبرد ئیتر ئاخوا بە فعلی سوفەهاءەکان ئێمە دەگری یا رب العالمین وهروە لە ڕوایەتی سودیدا هاتیە فقام موسى يبكي ويقول يا رب موسى عليه الصلاة والسلام كأو حالتي بساي خوي بيني بقريان ودي فرمو أي پروردگار ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم يا ربي أو حفتا كسرت لتاكتريني بني إسرائيل استأوانها ميكلنا وبسن أمن سبب بني إسرائيل بليم كاتك ودي قريم ولان ربي لو شئت أهلكتهم من قبل ويخوا أقل لبيشي أوا أمنوا أوانش لنا ببردبا. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا كواتا
موسى دەفەرمیتن ئەمن حەفتا کەسم لەوان هەڵبژار الخير فالخير چاکترین و چاکترینیان بوون أرجع إليهم وليس معي رجل منهم واحد ئیتر ئێستاش کە بگەڕێمەوە هەر حەفتا کەسیان مردینە کەس لە ناویان نەما فما الذي يصدقونني أو يأمنونني عليه بعد هذا ئیتر لە دوای ئەوە حەفتا کەسەکەوا لەگەڵم نەگەڕێنەوە ئیتر ئەوان کوو باوەڕم پێ دەکەن و کوو لێم تەئمین دەبن وعلى هذا فالمعنى لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا خواه أجر مشيئة لسربا لبيش درتون إيما لناو ما ند ببردبا فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمون أجر لناو خوان لناو بتشوبانا لو حالتي هيج إشكال لهم دروز ندب اتهم من يعني ندكر وقال الزجاج المعنى لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة خواه أجر بدو يستبا أو بيش أو كوا ابتلاء بكي حمود لناو برد أجر بدو يستبا قال ابن القيم في إغاثة اللهفان بعد نقل كلام من ذكرنا كواتي ابن القيم رحمة الله عنك أو قولان نقل ذكا ودليتا وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود طلعهم أو قولان كواباس ماكر لا دور بري مقصود وما بستك سورانو والذي يظهر والله أعلم بمرادي ومراد النبي صلى الله عليه وسلم خوي جورش عالم ترى ما بستي خوي ما بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه كواتا موسى دفرمي داواي رحمتي خوي جوردك سبحانه وتعالى وتوسل إليه بعفوه عليهم من قبل كواتا التوسل دكابوي كوالا بيش وقتا خوايا وأنا كقولت شيئا برست أتو عفوت كردن حتى عبد قومهم العجل يقول موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم خوايا بيشتري أوان شتيتش وان كركوا مستحق بن كوالا ناويان ببي ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرة لقال أوش كقولش شامبرز كمستحق بن لناويان بي خواي قولتو عفوت كردن ليان خوش بوي ولم تهلكهم أو كاتك لناويان فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل تيبا أورش خوايا أو عفيتو بيان قريتا وكو بيشتري شر عفيان تكرديا وهذا كمن واخذه سيده بجرم يقول لو شئت واخذتني قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم ولكن وسعني عفوك أولا فليسعني اليوم دي وكو وكوا كسيك لبردستي كسيشي قولة إيش دكا إتر كاتك والتوانش كرد دي عقاب دا أجدرة لبيش أو التواني قولة ترم كريت عقاب من دا دي باشا هل وكو بيش ترعفوم تكري استاج عفوم بك إتر بوشوية ولله المثل الأعلى بوشوية موسى عليه الصلاة والسلام دفن مخواه أوان تواني قولة تريان لو يكرد كاتك واستداوي بينيني تودكن كوا فعلا تزاوزا برام تواني قولة تريان كرد لو كوا بيشتري أو قول كام برست أتو لناود نبن كمستحق بون لناود بن أقل لناود ببردرين تي استاش خواه بعفو مغفرته شموليان بكا ثم قال نبي الله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أخوة لنا وما ندبي بويكوا قمجكان لنا إما كديتيا قال ابن الأنباري وغيره هذا استفهام على معنى الجحد أي لست تفعل ذلك كوات أخوة كوات بمعنى أو استفهام برسيار كوات تواناك أخوة بهوي السفهاء كان من بهوي قمجكان من لنا وما ببي قال الفراء ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل فراء دلي قماني وابك وأوانا لنا وبردلان بويك وقومك نقول كان فرسته فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أخوايا بوي دمان قريك وقمجكان ما كرديتيان وإنما كان إهلاكهم بقولهم أرنا الله جر بلام لنا وبردنيان لو حالتا بوي بك وقتيان ختماني خواي بتساي خمان ببينين لا تفسير معارج دل ويظهر أن الله جلت حكمته شاء أن يعطيهم بهذه الرجفة درسا تربويا عمليا طلي وابي دسي أو خواي كوا همو كاركاني پر لحكمته بو رجفي كوا زوي لجير بيان لرزان ويستي وانيتي پروردهي بكردوا بيان بيشانيان بدا يشعرهم في كوا هست بيبكن أنه لو زاد هذه الرجفة زيادة قليل لأهلكهم بها أجر أو رجفة يقي زيادة بيتن هميان بيلنا ودسن ولدفنهم في باطن الأرض التي يقفون عليها وإلى أصلا رودسن لو زويي كلسري وستاينو همو دفن دبن فإذا كانوا قد خافوا على أنفسهم
من جماهير قومهم الذين اتخذوا العجل وعبدوه فلم يأخذوا على أيديهم بالقوة كواتە ئەوانە کە خیار و پیاوچاکانی بەنی ئیسرائیلن ئەگەر ئەو کاتیکەوە بەنی ئیسرائیل گۆرکیان پەرست ئەوان ترسان لە قەومەکەیان بەروی زۆرینەوەیان کرد ئیتر لە ترسان نەیانتوانی بە قووەت مەنعیان بکەن کەوا ئەو گۆرکەی نەپەرستن ئەگەر ئەوان لە قەومەکەیان ترسانە لەو کاتی فالله أحق أن تخشوا الله سبحانه وتعالى مستحق لي بترسين لأنه قادر جل جلاله وعز سلطانه على أن يمحوهم من الوجود كله بطرفة عين خواهی گەورە بەتوانایە بە یەک چاوتروکان بە کەمتریش لەوە بیانسەڕیتەوە لەسەر ڕووی زەوی کەواتە خواهی گەورە بەو ڕەجفەیەی ویستی ئەو دەرسەیان پێ بدە ئەگەر ئەوان لە ترسان دەستی کەسانش خراپەکاریان نەگرنا قەومەکان کە ئەو گۆرکەی پەرستن دەی خوا مستحقترە لێی بترسێن نابی لەوان بترسێن خوا شانی ئەوەی کەوا بە یەک چاوتروکان دەتوانی هەر بتانسەڕیتەوە لەسەر ڕووی زەوی خوا پەناماندا. قال في اللباب معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة أي ثم أحيوا زۆربەی ڕوایەتەکان باز لەوە دەکا فعلا لەو ڕەجفەی مردن یان خەریک بوو بمرن دەڵێ زۆربەی ڕوایەتەکان دەڵێ مردن پاشان خوای گەورە زیندی کردنەوە. وقال وهب بن منبه لم تكن تلك الرجفة موتا وهب دلتن أو رجفة مردن نبو ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا إتر مردن نبو بلام زور بيشيوان زور نار حدبون فلما رأى موسى ذلك راحمهم وخاف عليهم الموت إتر موسى كأوي بيني إتر زور زدلي بيان ستا ترسالوي كوا بمرن واشتد عليه فقدهم إتر ترسالوي كوا أو هموي أو حفتا بياو ساكن لذا بدا وكانوا له وزراء على الخير سامعين له مطيعين أو حفتا كسا لو كسالبون كوا يارمتي دري موسى بن لبو خير عليه الصلاة والسلام أو بري جوراليو أو بري لجير أمري موسى دابون فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه يتلو حالتيبو موسى عليه الصلاة والسلام دعاء دكاو دقريو لخوائي قرد دباريتو فكشف الله عنهم تلك الرجفة يترخوا أو رجفي أو عرض لرزيني أو عذابي لسريان لادا فاطمأنوا وسمعوا كلام الله والله أعلم يتر مطمئن بنو جوان لكلام پروردگار والله أعلم. فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول بردوام موسى عليه الصلاة والسلام بردوام ولا تضرع ولا باران ولا خواي قول ديفن ربي لو شئت أهلكتهم من قبل أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقوم فصاروا هم الظالمين كواتا خواي بدو استباء لبيش أو بين إيرا لأنه الدبردن بيش أو بين كوا أوان اعتزال بقوم كيان بكان يتربوا الشيوية وكل معارج ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أي لو أنك شئت إهلاكهم على تقصيرهم في الأخذ على أيدي سفهاء بني إسرائيل أجر خواد التبي أجر ما بس تدوابوا أنا لنا وببي بسبب ويكوا التقصير وكم ترخميان كردي لو ويكوا ليجراين قوم كيان أو قول كبرستنو قد غيرنا كردينا لكنت أهلكتهم قبل مجيئهم معتذرين تائبين مستغفرين الشافعين لنا بيش أوي بين إرخوا أتو تتوين لناويان ببي بيش أوي بين كوابين توبوا استغفار واعتذار بكن بقوم كان دون أن تجعل لنا ميقاتا لتقديم هذه التضرعات بيش أوي كوا موعد ما لو دابني كوابين لخزمت توبوا استغفار بكن بيش أو كاتا أجر ما بس لنا بردنيان بالنا وبردبان لأنني عجلت في الميقات السابق فلم أصحب قومي معه وهروها أهلكت من قبل وإياي أمنيش لنا ودبر أجر بدو يستبا بتاواني أوي كوا بيش وقت لميقات كيتر وما أعجلك عن قومك يا موسى وكل سورة طه هذا فرمي أنج بيش عن كوتم بتنها هاتم أجر بدو يستبا بوتاواني أمنيش اللي قال أوان لنا ودبر واكتفيت بتكليفهم أن يأتوا ورائي بقيادة هارون فعصوه يتر خوا بو تاوان أجر بدو يستبا أمنو وانش لنا ودبر تاواني وان أو بوكا أو قوميان كوا قول كيان برست أوان نان تواني طبعا مش قاركن مرام نان تواني بقوة دستيان بقرن وهو التاواني من أو بوكا بتنها هاتم لميقاتي يكم كوا أوانم بتمي هاروني بزيهش عليه الصلاة والسلام كوا بين يتر توشي أو فتنة يبون قول كيان برست يتر
ئەگەر بدویست با لە پێشی ئەو میقاتەی هاتنمان لە بۆ ئێرە خوا ئەمن و ئەوانت لەناو دەبرد. ئەتهلكنا بما فعل السفهاء منا ئایا خوایە ئەی ضعفاء العقول سفهاء چێنە ئەوانەی کەوا عقلیان لاوازە فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرين على الله ليس لهم عقول كاملة تردم عما قالوا وفعلوا. كواتا دەیەوێ موسى عليه الصلاة والسلام عذریان لۆ بینتەوە کاتێکەوە ئەو تاوانان ئەنجامدا لەبەر ئەوەی ضعفاء العقولن ئەوانە گەمژەنە باش تێناگەن ئەگەنەکو ئەو تاوانەی ئەنجام دەدەن. ئیتر دیار لە درێژەی ئاەتەکە هەشتا لە تەفسیرەکان زیاتر لێباز دەکەن بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەت ئەو ئاەتە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.